يعني بحرين يخون البحرين شلون؟ شلون هذه الرسالة وجهها حق اهل البحرين؟ تخونون من؟ وعشان من؟ ومنو ايران؟ في احد يخون ديرته عشان هذيل؟ انتم مصجكم. في احد يعلم عياله يقول له الموت لآل خليفه؟ ليش يا جماعه؟ ايش هالكره اللي فيكم؟ اذا ما كنتوا حابين اوطانكم، ما تبي تعيشون بسلام باوطانكم، باللي ما يحفظكم قطوا نفسكم البحر. روحوا حق الديره اللي قاعد تساعدكم واللي تبي لكم الزينه. ايران قعدوا فيها، قعدوا فيها. اذا قدرتوا تغنون بحب الوطن هناك، ولا قدرتوا تعارضون هناك. انا لما اسمع هالاستصراخ، هالناس اللي تدق خوف، والله العظيم داخلي يعلي تسووني درع لكم. انا اوقف احميكم اذا ما في احد يحميكم. مو بس انا، ترى كل اهلنا فزاعه وياكم. ناس شنو قيمة الانسان؟ انا ادش بيتنا خايف على عيالي لا يموتون ولا احد يدش يذبحهم. يا جماعة مصيبة كارثة. اذا طالع انا اليوم هني على الهواء وحالتي عيالي بالبيت. كم مليون ايراني خارج ايران ضد النظام الايراني، يعاني من الظلم والاضطهاد. هذه ايران اللي تبونها، اللي قاعد تقمع شعبها، قائم باعمال السفاره الايرانيه في البحرين، وهو موجود بمستشفى السليمانيه يوزع فلوسه، عنده بث مباشر مع قناه العالم، مع قناه الظالم، مع قناه الخمه. خمه ورمه وناس ما يستحون على وجيههم، اهل فتنه. ايران عندهم خير فوق الارض وتحت الارض، وشعب ميت جوع. هذا اللي تبونه، وهذا النموذج اللي عاجبكم. شبه نموذج حاطينه لكم قدوه. هذه القدوه اللي تبونها خيرات من خيرات الله سبحانه وتعالى، وشعبهم مو لاقي ياكل. كروبي والسيد موسوي ما سلموا من الضرب ولا القمع من ايران. هذا المشايخ مين؟ عشان عرضوا التوجه الايراني وسياسات ايران. هذا النظام اللي تشوفون فيه مثل هذا النموذج اللي عاجبكم. نگاه کنیم، ببینیم این جمهوری اسلامیه، این جمهوری اسلامیه. هذا النموذج اللي يخليكم تقولون الموت يا الخليفة. الموت يلفكم اليوم قبل باكر. تعيش البحرين غصبا عليكم، ويعيش الخليفة غصبا عليكم، ويعيش الملك حمد غصبا عليكم، ويعيش الامير سلمان غصبا عليكم، ويعيش خليفة غصبا عليكم، وتعيش ارض البحرين سالمة معافى غصبا عليكم. غصب